بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم محور 1981 في الاثنان. شخصيا كمغربي عشت فترة طويلة جدا في المغرب مقارنة بالفترة التي عشتها هنا 8 سنوات تقريبا لي في برشلونة في إسبانيا. شاهدت فرق كبير جدا يعني في التعامل معي كشخص وكإنسان له حقوقه. مثلا هنا تذهب إلى الإدارات تحس بأنك يعني فعلا متكافئ مع أشخاص آخرون مهما كانت يعني طبقتهم عفوا الاجتماعية ومهما كان نفوذهم في المجتمع. بخلاف المغرب أحيانا أشاهد بعض ظواهر أشخاص يطلبون منك في الإدارات المال والرشاوي، ومثلا قد تكون الأول ثم يأتي شخص له المال أو نفوذ في المجتمع يكون هو الأول. هذه الأشياء تحدث صراحة في المغرب وأيضا في جميع على ما أعتقد الدول العربية. وكوسيلة لفضح هؤلاء الناس فهناك نظارات يعني حادثة وقعت معي أنا شخصيا في القنصلية المغربية هنا في برشلونة، هي التي كانت دافع وراء شراء لهذه النظارات. هذه النظارات إذا شاهدتها معي وإذا لبستها لن يكتشف أي شخص بأنها تتوفر على كاميرتين، لاحظوا معي هنا ثم هنا، فسوف يتهيأ لأي شخص بأنها يعني مكان لتثبيت البراءة ولا تظهر الكاميرات بأنها يعني موجودة في هذا المكان. طبعا طريقة اشتغال هذه النظارات سوف نشرحها جميعا، سوف أصور لكم يعني الشارع هنا في برشلونة وسوف تشاهدوا أن الناس لا يكتشفونها. وأنا شخصيا هنا كما ذكرت لا أشجع للتجسس، أشجع لاستعمال هذه النظارات مثلا لأغراض يعني كما ذكرت في الأول مثلا فتح أشخاص فاسدين إلى غير ذلك. فتتوفر كما سوف تشاهدون على أيقونة هنا طريقة اشتغالها، فتقوم بالضغط فقط على هذه الأيقونة ثانيتين لحين ما يظهر لك يعني الضوء الأحمر، ثم تنتظر قليلا وتضغط يعني الحين على أساس بدء التسجيل، فتضغط هنا مرة أخرى على الأيقونة لمدة ثانيتين ثم تقوم بإزالة اليد، والحين تبدأ في التسجيل ويمكنك يعني وضعها في وجهك وتصوير يعني ذلك الشخص والحديث معه يعني إذا كان فاسدا إلى غير ذلك. هذا أشجع بكثرة ولا أشجع التجسس على الناس. طبعا لالتقاط أيضا الصور ضغطة واحدة فقط وسوف يتم التقاط الصور. لإغلاق التسجيل فقط تقوم بالضغط مرة أخرى ثانيتين وخلاص الحين تم إنهاء التسجيل. النظارة تتوفر أيضا يعني على فتحة USB، أنا قمت بإزالة يعني هذه القطعة عليها. طبعا هذه الفتحة الخاصة بربط يعني مثلا النظارة بالحاسوب، فداخل العلبة تتوفر على كيبل USB كما سوف تشاهدون لربطها بالحاسوب واستعمالها أيضا مثلا ككاميرا لحاسوبك. وعندما تقوم بربطها بالحاسوب فقط تقوم ضغطة واحدة بعد تشغيلها. أين هي تلك القطعة وتلك الأيقونة؟ فقط ضغطة واحدة هنا وسوف تتمكن من استعمالها ككاميرا لحاسوبك في تلك الحالات التي تحتاج فيها إلى ذلك. طبعا يعني أحبابي في الله هذه النظارات ليس لديها مساحة خزينية، بالتالي سوف تستعمل ميكرو اس دي يعني هنا لكي تقوم بميكرو اس دي مرة أخرى تقوم بوضعها هنا في هذه الزاوية ثم تقوم بإدخالها كما شاهدتم. أنا الحين قمت بربطها، ثم بعد ربطها خلاص يعني كما ذكرت في الأول تقوم بالضغط هنا لحين ما يظهر اللون الأحمر ثم تضغط ثانيتين يعني تقوم بالضغط وتصبر ثانيتين وسوف يبدأ التسجيل. الحين سوف أخرج يعني إلى برشلونة إلى بعض الشوارع هنا في برشلونة وسوف أصور أحبابي في الله حتى تشاهدون الجودة. بالمناسبة فهي دقتها تقريبا دقة الكاميرا يعني 720 بي. طبعا الجودة كبيرة جدا في التصوير. بالتالي سوف نخرج وسوف نلتقي بعد أن أقوم بالتصوير بعض الأماكن هنا في برشلونة، وسوف تشاهدون بطبيعة الحال أن الناس لا يكتشفون هذه الكاميرات. فكما تشاهدون الحين أصور وضعت يعني النظارات على وجهي ونشوف الناس إذا سوف ينتبهون. بطبيعة الحال لن ينتبهون كما سوف تشاهدون.
أنا أتكلم الحين ووضعت الهاتف على أذني وكأني أتكلم في التليفون، لأنه أي شخص يشاهدني أتكلم لوحدي فأكيد راح يقول هذا مجنون. وكما تشاهدون جودة الصورة سوف نشاهدها بعدين بعد أن أقوم بإخراج ميكرو SD وأقوم برفعه بالحاسوب استخرج الفيديو. اليوم يوم الأحد ما في ناس كتير، في العادة يوم الاثنين يوم الثلاثاء هذا الشارع يكون مكتظ بشكل كبير جدا. الناس ما تشاهد أي شيء، بينما يعني وكأني أخذت الموبايل وأصور في الشارع. لو أخذت بطبيعة الحال الموبايل راح الناس تشوف ما أصورهم، لكن بالنظارة الحين ما أحد يتوقع بأنني أصور. نعمل لفة فكما ذكرت هذه النظارات مفيدة بشكل كبير، مفيدة لما يعني تذهب إلى إدارة وتعلم بأن هناك موظف فاسد فيمكن لك تصويره بنفس الطريقة. وكما يعلم الجميع الحين الانترنت هي وسيلة لإيصال الصوت والظلم الذي نعيشه مع المفسدين في الإدارات إلى غير ذلك. راح أقطع بسرعة هذا الشارع. وهي فرصة تشوفون أيضا برشلونة. الضوء يعني الشمس ليس كضوء يعني مثلا وسط النهار أو في الصباح، فأكيد هناك اختلاف كبير. طيب راح أجرب أدخل إلى هذه المخبزة واشتري لي أي شيء، بس راح أغطي بعدين يعني وجه تشوفون الناس ما راح تتوقع بأنني أصور، بس أنا أعمل ذلك فعلا. هاتوا الفلوس. طلع لما يكريز باكيت سين باكيت للفندق. ¿Cuánto? Vale, toma. Gracias. طيب نخرج مرة أخرى ونشوف العالم. تعيشون معي أيضا أجواء برشلونة.
طيب راح اشوف اجلس في تلك الحديقة واشوف فعلا اذا كنت سجلت شيء او لا، لان الحين لا زلت لم اتأكد، ثم اكمل التسجيل اذا كانت بقية المساحة على الميكرو SD، لانه مساحتها يعني قليلة. كما شاهدتم أحبابي في الله، فيعني يصور في الشارع من دون ما ينتبه أي شخص، وهي يعني مفيدة بشكل كبير. أريد التذكير بأنه إذا كنت تريد إرجاع لوضع المصنع فتجد أيقونة هنا تضغط عليها وسوف تعيدها إلى وضع المصنع لاستعمالها، وكأنك عفوا يعني قمت ب يعني شرائها لأول مرة. هي نظارات مفيدة كما ذكرت لاستعمالها في الإدارات الفاسدة. أنا أشجع على ذلك لتصوير الموظفين يعني الفاسدين، وأيضا تصوير أشياء تشاهدها يعني بأنها تضر بالمجتمع. غير ذلك فأنا بريء بطبيعة الحال في استعمالها. ثمنها تقريبا 26 في أمازون، $26، لكن بالأمس شاهدتها بأن ثمنها $15 يعني في موقع eBay. سوف أضع لكم الرابط أسفل الفيديو لمن يريد يعني شرائها أحبابي في الله. أتمنى الدرس قد أفادكم، أراكم إن شاء الله في مواضيع أكثر مفيدة. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع، والضغط على اللايك للفيديو، وزيارتنا دائما على موقعنا www.5.com، والانضمام على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/1981، ولا أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.